لقد حدث لي أمر غريب مؤخراً، كان مخيفاً إلى درجة لا تحتمل. بمجرد أن أتذكره أرتجف ويصيبني توتر غريب. منذ فترة انتقلنا إلى منزل جديد، كان واسعاً وفيه قبو كبير جداً، استخدمناه لتخزين الفائض من الأثاث. وذات يوم كنا نجهز المنزل لقدوم خطيبي وعائلته للعشاء، فطلبت مني والدتي أن أضع كيساً من الحاجيات القديمة في القبو. نزلت، وما إن وطئت قدمي أرضية القبو الباردة حتى انغلق الباب خلفي لوحده. قلت ربما هو الهواء، تجاهلت الأمر. لكن فجأة رأيت رجلاً يحدق بي بعينين واسعتين، ملامحه غير واضحة. تجمدت مكاني، لكنني أقنعت نفسي أنه مجرد وهم. صعدت لغرفتي أستريح قليلاً، غفوت من التعب، لكن عندما فتحت عيني كان الرجل واقفاً أمامي. أغمضت عيني وفتحتها، فركتها مراراً، لكنه لم يتحرك من مكانه. بدأت أقرأ آية الكرسي، استعذت بالله مراراً. دخل والدي وسألني عن حالي، أخبرته، فقال لي ربما هذا من توترك بسبب الخطبة أو ضغوط نفسية، لا تقلقي.